النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دف نعلي بلال رضي الله عنه بين يديه في الجنة، فيسأل بلالا: يا بلال، ما الذي عملته حتى أسمع دف نعليك بين يدي في الجنة؟ فقال بلال: ما عملت يا رسول الله عمل عندي أرجى من أني كلما تطهرت، يعني توضأت وضوءا، إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي. فكل ما تتوضأ حاول تصلي ركعتين، ويا سلام لما يكون مش في وقت صلاة أصلا، حضور صلاة جماعة ولا حاجة، صلاة ظهر أو عصر أو كده، وبتكون بتتطهر خارج أو داخل أو هتصلي أو هتنام قصدي، فتصلي الركعتين دول أو 4 ركعات أو ما شاء الله لك أجر عظيم، وبإذن الله يدف أو تدف أقدامك في الجنة مثل بلال.